السلام عليكم يا سنة تالتة، يا رب تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله. درسنا النهاردة من كتاب قطر الندى في الرياضيات. هنحل مع بعض من صفحة 106 لصفحة إن شاء الله 112 و 113. أنا كنت نزلت الفيديو ده قبل من كام ساعة كده على القناة، بس الفيديو كان الصوت مكتوم، فأنا بعتذر. أنا حذفت الفيديو وهنعيده تاني من الأول. هنبدأ بسم الله. شرح العلاقة بين عدد الأجزاء المتساوية على خط الأعداد وبين مقام الكسر. يعني إيه؟ احنا قلنا في درس تحديد موقع الكسور على خط الأعداد، احنا بنجزأ خط الأعداد إلى أعداد متساوية على حسب الكسر اللي هو مديهولي. العلاقة ما بين الأجزاء المتساوية والمقام يا سنة تالتة إنه أنا بجزأ بقسم الأجزاء المتساوية في خط الأعداد على حسب المقام. يعني عندي المقام هنا 5، يبقى خط الأعداد هقسمه 5 أجزاء متساوية. هو ده معنى العنوان أو الدرس بتاعنا. تمام. ولنفرض أنا عندي هنا نصف، يبقى خط الأعداد هيتجزأ كام جزء؟ جزئين. 7، 1/7، يبقى هبص للمقام. المقام عندي 7، هيبقى خط الأعداد هيتجزأ إلى 7 أجزاء متساوية. تمام. فهمنا كده يعني إيه العلاقة؟ يعني عدد الأجزاء متساوية بتكون بعدد المقام. المقام مش البسط، اللي فوق البسط واللي تحت المقام. عندي هنا السدس، المقام 6، يبقى الخط الأعداد هيكون مجزأ ل6 أجزاء متساوية. صل كل كسر بخط الأعداد المناسب حسب قيمة الجزء الواحد. هنا الخمس هنوصله بخط الأعداد اللي مجزأ معايا 5 أجزاء. الجزء بيتعدي كده 1 ما بين كل شرطة شرطتين كده، جزء 1 2 3 4 5، يبقى ده يمثل طبعا الكسر خمس. بعد كده هنا الثمن أو التمن، 1/8، يعني المقام هنا 8، خط الأعداد عندي مجزأ 1 2 3 4 5 6 7 8. السدس هشوف خط الأعداد اللي مجزأ 6 أجزاء وهيكون هو السدس. تمام. قيمته على خط الأعداد. النصف طبعا خط الأعداد مقسم إلى جزئين، 2 متساويين طبعا عشان المقام عندي 2. تمام. بعد كده 5، ده علامة صح إذا كان خط الأعداد يصلح لتمثيل الكسر، وعلامة خطأ إذا كان لا يصلح مع ذكر السبب كما بالمثال. يعني خط الأعداد هنا 5، يعني خط الأعداد لو يصلح له هيكون مقسم ل5 أجزاء. تعالوا نعد كده، 1 2 3 4، يبقى لا خطأ، لا، لأن هذا الخط مقسم إلى 4 أجزاء متساوية يصلح لتمثيل ربع، عشان هو 4 أجزاء فهو هنمثل عليه يصلح تمثيل الكسر ربع. بعد كده السبع، تعالوا لما نعد كده، 1 2 3 4 5 6 7، تمام، 7 أجزاء متساوية يبقى يصلح. هنا الربع، يبقى المفروض يبقى المقام عندي 4 يقسم إلى 4 أجزاء متساوية، 1 2 3، طبعا خطأ، لأن هذا الخط مقسم إلى 3 أجزاء متساوية تصلح لتمثيل، وهقوم كاتبة بقى إيه؟ تصلح لتمثيل ثلث أو تلت. نصف، الخط عندي مقسم لجزئين متساويين، يبقى ده صح. تمام كده. قسم خط الأعداد حسب المطلوب كما بالمثال. انا عندي عايزين نقسم خط الاعداد لاخماس، وفي المثال مثلهم لي 5 اجزاء متساويه. ما هو اخماس قلنا بناخد اللي هو الخمس 1/5، يبقى همثلهم 5 اجزاء متساويه. بعد كده قسمتهم 5 اجزاء متساويه. الاثمان بقى يبقى التمن 1/8، يبقى 8 اجزاء متساويه، 1 2 3 4 5 6 7 8. في كل جزء هنكتب تمن 1/8. اسداس، وطبعا هظل الجزء اللي فوق طبعا هتشتغلوا بالقلم الرصاص. هنا الاسداس يعني هنقسمه 6 اجزاء متساويه، 1 2 3 4 5 6، ونكتب في كل واحده فوق كده، في كل جزء فوق ايه؟ سدس، يمثل كل جزء من هنا يمثل سدس. 7، صل كل مساله كلاميه وخط الاعداد المناسب لحلها. مساله كلاميه بنحلها بقى على خط الاعداد. اول جزء خلاص محلول. تاني مساله، اشترت فاطمه قطعه قماش واستخدمت نصف القطعه في تفصيل فستان. يعني خط الاعداد همثله على جزئين، هقسمه لجزئين، اللي هو طبعا دوت بيكون خط الاعداد المناسب للنصف. تمام. بعد كده شريط ملون طوله 1 متر، استخدم علي تلت الشريط لتغليف هديه. تلت، يبقى خط الاعداد
سهلة بقى. هنشوف المقام 3 مقسم إلى 3 أجزاء. تمام. اشترى عمر حبل طويل لطائرته الورقية ولكنه استخدمها خمس الحبل فقط. يعني الخمسة معايا تكون مقسمة 5 أجزاء متساوية على خط الأعداد 1 2 3 4 5. تمام كده. التعرف على البسط ومقام الكسر باستخدام خط الأعداد. أكمل ما يأتي باستخدام خط الأعداد. هو خط الأعداد كان بيجيب لي الكسر الأول، وأنا بحدد موقع بقسم أنا أو حدد موقعه على خط الأعداد، موقع الكسر أو مكان الكسر، وكنت بقسم الكسر. هو الخط الأعداد الوقت جايب لي خط الأعداد مقسم إلى أجزاء متساوية، وإحنا هنستنتج الكسر هو إيه أو نكتب الكسر إزاي. الكسر هنا دلوقتي كان جايب لي، ولنفرض هنا نقط، ده في المثال، فقال لي هنا جايب لي 3 أجزاء مظللة، وبعد كده الخط مقسم ل5 أجزاء. اللي فوق المظلل الأجزاء المظللة بيشرح لي بقى، بيقول الأجزاء المظللة بالأصفر هي بتسمى البسط، أو هي الرقم اللي في البسط. لو عدينا هلاقي 1 2 3، عدد الأجزاء المظللة كام؟ 3. تمام. هيبقى البسط اللي هو اللي فوق 3. تعالوا نشوف خط الأعداد مقسم بقى كله لكام جزء. 1 2 3 4 5. يبقى هيكون المقام 5، يعني 3 على 5. المثال ده المثال المحلول، يعني البسط عدد الأجزاء المظللة، والمقام عدد الأجزاء الكلي المقسم إليه خط الأعداد. تمام. المثال بقى بعد كده، هنا بيقول لي عدد الأجزاء المظللة. هعد المظلل 1 2 3 4 5، هكتب 5، وده بيسمى البسط. الخط مقسم الى بقى الاجزاء الكليه لخط الاعداد بقى كم قسم، كم جزء؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. يبقى 8. يبقى الكسر عندي هو 5 اللي فوق البسط واللي تحت المقام، يبقى 5 على 8. بعد كده عندي عدد الاجزاء المظلله، هلاقي 2 جزئين مظللين، يبقى 2. الخط مقسم لو عدينا الاجزاء الخط هيبقى 6 اجزاء، يبقى الكسر هو 2 على 6. سهله جدا يا سنه ثالثه. 3. عدد الأجزاء المظللة كام؟ طبعا هعد هيكونوا 3. والخط المقسم لكام جزء؟ 1 2 3 4، يبقى 4. يبقى الكسر هو 3 على 4. عدد الأجزاء المظللة هنا 2، والخط مقسم إلى 3 أجزاء، يبقى الكسر هو 2 على 3. أكمل تسمية خط الأعداد بالكسور ثم لون جزء واحد فقط، وأكمل كما بالمثال. عندي هنا المثال محلول. تمام. عندي هنا خط الأعداد كان مقسم لكام؟ عديت لقيت 1 2 3 4، يبقى هو بيمثل لي الجزء ربع، بيمثل الربع. هكتب الأول هظل الربع. أول حاجة ألون جزء واحد، يبقى هو يقصد الربع. هنا الأول 0 على 4، بعد كده 1 على 4 اللي هو الربع، بعد كده 2 على 4، 3 على 4، 4 على 4 اللي هو بيكمل الواحد الصحيح يا سنة تالتة. يبقى الجزء الواحد بقى بيسمى ربع، 1 على 4. بعد كده عديت خط الاعداد لقيته 5 اجزاء متساويه. طبعا خط الاعداد لما بيكون مقسم بالشكل ده طبعا بيكون ده العدد اللي بيكون في المقام مش في البسط يا سنه ثالثه. تمام. وهظل الجزء، احنا 5 يبقى هو خمس، هظل الجزء واحد من ال5 هيبقى خمس. الاول هبدا ب0 على 5 و1 على 5، بعدين الجزء الثاني 2 على 5، 3 على 5، 4 على 5، و5 على 5. والجزء الواحد يمثل الكسر خمس. بعد كده الجزء الواحد يمثل الكسر. هنا لقيت خط الأعداد مقسم إلى 2 أجزاء متساوية، ظللت جزء يبقى بيمثل نصف. بعض وكلي حتى ما كلي أيطول الهزل وأبقى دون لقاء. 3. أكمل ثم صل حسب الكسر المناسب للأجزاء الملونة كما بالمثال. عندي هنا خط أعداد مقسم ومظلل الأجزاء اللي فوق اللي هي بتمثل البسط، وطبعا عدد الأجزاء بتمثل المقام. وهنا الكسر كان هنا جزئين و5 أجزاء متساوية، فوصلوه بالكسر المناسب اللي هو 2 على 5. التاني بقى هنلاقي 1 2 3 4 فوق، يبقى 4 اللي هو البسط. وخط الأعداد مقسم ل6 أجزاء متساوية، يبقى 4 على 6 يمثل الكسر 4 على 6، وهنوصله بالكسر المناسب اللي هو 4 على 6. بعد كده 5 أجزاء مظللة، يبقى 5 في البسط، و6 أجزاء مقسمة اللي هو عدد كل الأجزاء الخط الأعداد، يبقى 5 على 6 وبيمثل الكسر 5 على 6. بعد كده 3. الخط عندي مقسم فوق المظلل كام؟ 1 2 3 4 5،
والخط كله 1 2 3 4 5، 5 على 5 يبقى الكسر 5 على 5. بعد كده فوق 1 2 1 2 3 4 5، وعدد الاجزاء كلها للخط الاعداد 7. وتاني بعد الجزء في خط الاعداد ازاي؟ ما بين كل شرطتين جزء، 1 2 3 4 5 6 7، عشان ما تنسوش. تمام، هيبقى 7 5 على 7، وهنوصله بالكسر على 5 على 7. وبعد كده الخط هنا مقسم الى كام جزء؟ هنا 3 في البسط، وبعدين كام جزء؟ 1 2 3 4 5 6 7 8، يبقى 3 على 8، هنا 8، يبقى الكسر 3 على 8. تمام كده. صفحة 111، توضيح موقع الكسور على خط الأعداد لحل المسائل الكلامية. أنا مسألة كلامية، بس أنا هحدد موقع الكسر بقى، أنا اللي هحدده على إيه؟ على خط الأعداد. أول مسألة محلولة هنقرأها برضو مع بعض. لدى علياء شريط لاصق تحتاج إلى ربع هذا الشريط. ما عندها شريط لاصق عايزة ربعه، بس محتاجة ربعه لتزيين مكتبها. حدد الجزء الذي تحتاجه علياء. هو محدد له هي تحتاج ربع من الشريط، بس هنحدده طبعا على خط الاعداد من الشريط باستخدام خط الاعداد. يبقى معايا خط الاعداد، وهنبدا هنا بالصفر وبالواحد طبعا، وهنشوف بقى الكسور اللي ما بينهم. احنا طبعا عارفين اي كسور اللي هي كسور الوحده بتنحصر ما بين الصفر وما بين الواحد. تمام، كسور الوحده اللي بيكون بسطها واحد. هنا هبدا الربع، اخدت ربع بس. تمام، هو الواحد في كام ربع يا سنة تالتة؟ 4 أرباع. تمام، يبقى 1 2 3 4. هي هنقسم خط الأعداد ل4 أجزاء متساوية، وهناخد جزء واحد اللي هي هتحتاجه. تمام، يلا دي كده المسألة وهنظلل الجزء طبعا. مع سيف سلك مضيء طوله متر، ويريد وضع نصف هذا السلك على شجرة رأس السنة. لون الجزء الذي يحتاجه سيف من السلك باستخدام خط الأعداد. هو معاه سلك طوله متر وعايز نصف، هياخد نصف، يبقى معاه خط الأعداد. الواحد فيه كام نصف يا سنة تالتة؟ في 2. يبقى هقسم خط الأعداد لجزئين متساويين، وكل جزء هيمثل نصف، وهظلل النصف اللي سيف هيستخدمه. تمام، وهنا طبعا ممكن نكتب هنا 0 على 2، وهنا طبعا بيبقى 2 على 2. تمام، زي ما هو كاتب لي فوق كده. يبقى انا برضو هكمل المسألة هنا 2 على 2، عشان طبعا تكون بتساوي الواحد الصحيح. اشترط نهى حبل طوله 1 متر، وتريد استخدام ثلث هذا الحبل في أغراض منزلية. لون الجزء الذي تحتاجه نهى من الحبل باستخدام خط الأعداد. هي تحتاج ثلث، يبقى خط الواحد في الصحيح في كام ثلث يا سنة تالتة؟ في 3. هكتب هنا 3 على 3، لا يا ربي، هنا 3 على 3، وهنا 0 على 3. تمام، يبقى في 3. هقسم خط الأعداد ل3 أجزاء متساوية، في كل جزء هكتب اللي هو الثلث أو الثلث، وهظل الجزء واحد اللي هتحتاجه. بعد كده حداد لديه قطعة حديد طولها متر، يحتاج إلى استخدام ثمن هذه القطعة. حدد الجزء الذي يحتاجه الحداد من قطعة الحديد باستخدام خط الأعداد. الواحد الصحيح فيه كام؟ 8 أتمام. يبقى هقسم خط الأعداد ل8 أجزاء متساوية، وفي كل جزء هكتب 1 على 8 كده، أو 8 يا سنة تالتة. وطبعا هنا هكتب 0 على 8، وهنبدأ بقى وهاخد تمن، هظلل التمن. تمام، وهنا في الآخر هنكتب 8 على 8. تمام، دي كانت صفحة 111، وهي حاجات سهلة محتاجة بس تركيز كده، وحاجات سهلة كلها تقدروا تحلوها كمان لوحدكم. هنا بقى مثال 2. لدى نجار قطعة خشبية طولها متر واحد، يحتاج خمس هذه القطعة لصنع مكعب. هو معاه قطعة خشبية ومحتاج لخمسها عشان لصنع المكعب. حدد على خط الأعداد الجزء المستخدم لصناعة المكعب. هو محتاج خمس، فهو معاه طولها المتر، يعني الواحد فيه كام خمس يا سنة تالتة؟ فيه 5. خط الأعداد هيتقسم ل5 أجزاء متساوية. تمام، هو هقسمه على عدد على رقم اللي هو في المقام اللي هو 5، يبقى 5 أجزاء متساوية، وهاخد جزء واحد هظلله اللي هو الخمس. وهنحل المسألة اللي بعد كده علشان الوقت. في غرفة سامح شباك طوله متر، يريد وضع نجمة عند كل سدس متر من الشباك لتزيينه. حدد مكان النجوم باستخدام خط الأعداد. سهلة، هو عايز سدس يا سنة تالتة. أنا أصلا هقسم الخط الأعداد لكام جزء؟ ل6 أجزاء متساوية. 1 2 3 4 5 6 7 8، 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 1
2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6. هو كده مش متساوي قوي، بس طبعا انتوا هتظبطوا الاجزاء. تمام. وكل مكان هكتب فيه كام، ده هيكون سدس، ده وده سدس وسدس وسدس طبعا على حد لما اوصل لواحد الصحيح 6 اجزاء. وهلون اول جزء معايا. تمام. هظلل او هلون اللي هو الجزء اللي هو بيمثل سدس لكل نجمة يا سنة تالتة هنحتاجها، وبعد كده هنحل بقى المسألة. ثم اكمل عدد النجوم التي يمكن لسامح وضعها على الشباك كام؟ 6. 6 نجوم. تمام. الكسر الذي يعبر عشان الواحد الشباك متر، فهيحط في كل سدس نجمة. يعني والواحد الصحيح فيه كام سدس يا سنة تالتة؟ فيه 6 أسداس، يبقى هيحتاج 6 نجوم. الكسر الذي يعبر عن كل جزء يستخدمه سامح لوضع نجمة هو ايه؟ في كل جزء، في كل سدس الكسر يعبر عن سدس. بعد كده الكسر الذي يعبر عن الجزء المستخدم لوضع 6 نجوم. 6 نجوم كاملين بقى، 6 على 6. تمام. اشترت ملك زجاجة لبن، شربت منها ربع الزجاجة. حدد على خط الأعداد الجزء الذي شربته ملك من اللبن. ربع زجاجة لبن شربت منها ربع، يبقى أنا هبدأ الأول هعمل خط الأعداد حسب المقام. 4 أجزاء متساوية، 1 2 3 4. تمام. وهنا ملك هحدد بقى الجزء، هظل الجزء اللي هي شربته اللي هو بيمثل ربع الزجاجة أو الربع. تمام. الكسر الذي يعبر عن الجزء الذي شربته ملك من اللبن هو ايه؟ هو ربع. الكسر الذي يعبر عن الجزء الذي لم تشربه ملك من اللبن هو ايه بقى؟ الباقي 1 2 3. احنا اخدنا الربع ده، بقى كام بقى؟ 1 2 3. 3 على 4. تمام. إذا شربت ملك زجاجة اللبن بالكامل، فإن الكسر الذي يعبر عن اللبن الذي شربته ملك هو إيه؟ الشاطر اللي هيقول معايا بقى هو 4 على 4. تمام. المسألة اللي بعد كده أو صفحة 113 مسائل كلامية، دي آخر صفحة معانا. اكتب مسألة كلامية تحتوي على كسور بحيث يمكنك الاستعانة بخط الأعداد المقابل لها لحلها كما بالمثال. عندي مسألة خط أعداد ومقسم لأجزاء وعايزنا أكتب مسألة كلامية. قلنا عشان نكتب مسألة كلامية وعندي مسألة مكتوبة أو مثال محلول، بكتب نفس الكلام اللي مكتوب يا سنة تالتة، ما بنتهش خالص، نكتب نفس الكلام بس بيتغير بس الأرقام أو الكسور اللي موجودة فيه. تمام. أول مسألة عندي اشترى عادل، طبعا خط الأعداد كان مقسم لكام؟ 5 أجزاء متساوية. فكتب لي المسألة اشترى عادل قالب شوكولاتة وأكل خمس هذا القالب، واستخدم خط الأعداد لتحديد ما أكله عادل من قالب الشوكولاتة. هو قال خمس، ليه بقى كتبنا خمس؟ لأن خط الأعداد مقسم إلى 5 أجزاء متساوية، فظل لي جزء واحد اللي هو الخمس. المسألة اللي بعد كده هنكتبها بقى، هنغير في الأسماء، نكتب اسمنا بقى، نكتب أي اسم، نكتب أي كلام، أي كسور تانية، بس نستخدم نفس الكلام أو أي كلام في مسألة كلامية شبيهة عشان ما نتوهش يا سنة تالتة. أنا عملت المسألة دي ازاي؟ قلت اشترت هبة، كتبت اسمي بقى، كل واحد حر. اشترت هبة قالب شوكولاتة، أخدت نفس الكلام. وأكلت، بدل ما أكتب سدس أو خمس كتبت سدس، إلا عديت خط الأجزاء المقسمة على خط الأعداد لقيتها 6 أجزاء متساوية. تمام. وأكلت سدس هذا القالب، استخدم خط الأعداد لتحديد ما أكلته هبة من قالب الشوكولاتة، وحددت جزء واحد اللي هو سدس، يبقى ده أول جزء حددته على خط الأعداد، وكتبت لأن خط الأعداد مقسم إلى 6 أجزاء. سهل جدا يا سنة تالتة. بعد كده بقى المسألة اللي بعد كده، خط الأعداد لقيته مقسم عندي ل8 أجزاء. كتبت اشترى أحمد زجاجة من العصير، شرب منها تمن الزجاجة. لو تلاحظوا أنا أخدت الكلام من هنا من المسألة، هنا اشترت ملك زجاجة لبن، بس غيرت بعض الكلام من عنده، وطبعا الكسر اللي عندي اللي هو هستخدم 1 على 8 اللي هو التمن. تمام. عشان ما نلاقيش بس اللي هي صعبة اللي احنا نكتب مسألة كلامية. اشترى أحمد زجاجة من العصير، شرب منها تمن الزجاجة.
حدد على خط خطط على خط الأعداد الجزء الذي شربه أحمد من العصير. فهحدد الجزء بقى ازاي، هو تمن، يبقى جزء واحد اللي هو ده بيمثل 1/8. تمام، الجزء ده بيمثل التمن على خط الأعداد يا سنة تالتة. وهقول لأن خط الأعداد مقسم إلى 8 أجزاء. وده كان المسائل معايا أو فيديو النهاردة. أتمنى الفيديو يكون عجبكم يا سنة تالتة، وأسفة لو بتأخر عليكم. إن شاء الله هنزل فيديوهات باستمرار. عجبكم الفيديو متنسوش لايك للفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.